مساء الخير. ترامب النهاردة 14 مايو 2025 وهو في القمة الخليجية في السعودية دعا الرئيس السوري المؤقت محمد الجولاني لانضمام بلده للاتفاقيات الإبراهيمية مقابل أنه رفع العقوبات الاقتصادية عنها. ده طبعا طوق نجاة للجولاني وترسيخ لشرعيته هو والإرهابيين اللي معاه. بس يا ترى أمريكا هتوفي بعهودها معاه ولا هتعمل زي ما عملت في الدول اللي انضمت قبل كده؟ تعالوا نعرف ايه اللي حصل. الأهداف المعلنة من الاتفاقيات الإبراهيمية هو إقامة معاهدة للسلام والتطبيع الكامل مع إسرائيل، إنما الهدف الحقيقي هو بيع أسلحة إسرائيلية وأمريكية وإقامة استثمارات للبلدين في الدول العربية. يا ترى كم دولة عربية منضمة للاتفاقيات دي؟ هم 4 دول، وانضموا سنة 2020، وكانت بدايتها الإمارات وبعدين البحرين وبعدين السودان وبعدين المغرب. نبدأ بالوعود الكاذبة الأمريكية للعرب بصفة عامة. وعدوا بوقف الخطة الإسرائيلية اللي أعلنها نتنياهو لضم أجزاء من الضفة الغربية في يونيو 2020، وده ما حصلش، بل بالعكس استمر نتنياهو في إنشاء 5400 مستوطنة في الضفة الغربية بنهاية 2020، بالإضافة لاحتلال غزة بعد كده. أما وعود أمريكا للمغرب فكانت الاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية وتنفيذ استثمارات ضخمة بالمغرب. ومع ذلك لازالت المناوشات بين المغرب والجزائر بسبب الصحراء الغربية مستمرة، وأمريكا ما عملت لهمش حاجة. الكارثة بقى في وعود أمريكا للسودان. وعد السودان بإزالة تصنيفها من قائمة الدول الراعية للإرهاب بشرط تعويض عائلات ضحايا هجمات تنظيم القاعدة في سنة 1998 على سفارتي الولايات المتحدة في تنزانيا وكينيا، وهجوم سنة 2000 على المدمرة الأمريكية USS كول، ومقتل جرانفيل وده موظف الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بالخرطوم في سنة 2008، وده لأن أسامة بن لادن كان متواجد في السودان ساعتها. وبالتالي حولت الحكومة الانتقالية في السودان مبلغ 335 مليون دولار لحساب ضمان لهؤلاء الضحايا وعائلاتهم. والنهاردة احنا شايفين السودان شكلها ايه؟ ممزقة بحرب مدمرة، وأمريكا ما قدمت لهاش أي دعم من أي نوع. نيجي بقى للمزايا اللي حصلت عليها إسرائيل. باعت أسلحتها، فتحت ممثليات دبلوماسية إسرائيلية في كل من الدول الموقعة، ربطت خطوط طيران بين تل أبيب وعواصم تلك الدول، وعقدت صفقات تجارية بأكثر من $500 مليار في السنة الأولى بس من الاتفاقيات دي. تحياتي.